شكرا زميلي عبد الله. سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، نبارك لكم هذا الفوز الثمين ووصولكم للنقطة 32. كيف تقرأ هذه المواجهة اليوم؟ والله كانت كما هو متوقع، مواجهة صعبة، وإن كنت يعني أشوف أنه القادسية لعب يعني يبغى يخطف نقطة وكان يلعب على المرتدة. يعني أعتقد الهلال سنحت له أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل في الشوط الأول من ويلي ومن الشلهوب ومن غيرهم. يعني كان في فرص تسنح، فبالتالي كنت راضي على الأداء يعني، ولكن مبسوط أنه النتيجة انتهت 2-1. يعني ما انتهت يعني مبسوط أن احنا ما استغلنا الفرص لأول مرة. يعني لأول مرة تضيع مننا فرص تقريبا شبه محققة وأكون سعيد. ليش؟ لأننا أعتقد نتيجة 2-1 أمام القادسية في الرياض على ملعبنا بعد مباراة قدام الاتحاد فزنا فيها وقدمنا مستوى ونتيجة تعطي رسالة للاعبين أن الطريق لا زال أمامنا طويل. لأن احنا مهما قلنا قبل المباراة تعرف مهما كان الإحساس بأنك فايز على بطل الدوري العام 5-0 وفريق كبير قد يعني تنافس تقليدي يعني كلاسيكو الكرة السعودية يعني مع الاتحاد، أكيد أنها تلقي بظلالها مع لعيبة بشر يتأثرون باللي يقرونه في الجرايد باللي الإعلام يطرحه. مهما حاولنا نخرجهم من هالأجواء قد نستطيع بنسبة معينة، ولكن في الملعب يبقى هناك يعني في العقد الباطن لكل لاعب انه يعني انه انا عملت شيء كبير. مبسوط انه النتيجه انتهت 2-1 وما قدرنا نستغل الفرص اللي سنحت لنا علشان توصل المسج واضحه للاعبين بانه لا زال الطريق طويل، وانه احنا فرطنا في اي نقطه حيكون وضعنا صعب مره اخرى في الدوري. سمو الامير، بعد تعادل الاتحاد اصبحت المنافسه بين الهلال والشباب فقط؟ ما استطيع اقول ذلك بشكل مطلق، لانه الاتحاد يبقى فريق كبير يعني ويبقى عنده فرص، ولكن ما أراه في الاتحاد يعني الآن أعتقد أنه يعني نستطيع أن نقول يعني كأداء من شفت الواحد طبعا يتابع فريقه ويتابع الشباب ويتابع الاتحاد، كأداء اللي أنا شايفه الآن يعني المنافسة تتجه مبدئيا يعني تحت خطوط ربما الاتحاد يلحق أنها تكون بين الهلال والشباب. سمو الأمير، عن المباراة القادمة صعوبتها في أين تكمن بعد تجاوز القادسية اليوم؟ تكمن في أنه نجران فريق صعب على أرضه، متعود على ملعبه صغير، ما أدري على الأرضية ما أعتقد أنها يعني جيدة. وأيضا سمو الأمير حقق المفاجأة، ونجران السنة اللي فاتت يعني سلب مننا 3 نقط يعني وفاز فوز يعني علينا، ضيع مننا الدوري يعني وفي نفس الوقت كمان أنا أعتقد أنهم يعني عندهم لاعب متميز، عندهم لعيبة أجانب أحس أنهم ابتدوا يصنعوا الفارق، وعندهم الحسن اليامي أنا معجب جدا بهاللاعب ومعجب يعني بأنه ممكن يحسم يعني الوقت اللي يلعب فيه ممكن يكون مؤثر. سمو الأمير، عن المباراة الماضية أمام فريق النصر يمكن أساء الكثير حركة خالد عزيز، كيف تقرأها وكيف تعلق عليها؟ والله يا أخي ماني محتاج أعلق، يعني في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه خالد عزيز لم يكن يقصد. إذا كان يقصد فهذا شيء سيء ويستحق العقوبة، ولكن أنا وفق معرفتي بخالد عزيز أعتقد أنه ما كان يقصد. ما هو مطلوب مننا أعلق، يعني أعتقد أنه يعني أتمنى إذا كان خالد عزيز ثبت أنه يقصد أو حتى ربما من غير قصد إذا كان يتعمد الإيذاء يعني ما يخالف أنه يعاقب، ولكن أتمنى أنه هذا يعني يكون شامل الجميع من يعني يفعل نفس الأفعال. والهلال تعرض لأشياء كثير من هالقبيل، أتمنى أن توقع العقوبة على الجميع بدءا بخالد عزيز وبدءا بمن يعني يستخدم أكواعه ورجليه ويلعب كرة قدم عنيفة ويحاول إيذاء المنافس. أعتقد التاريخ يعني الهلالي في التعرض للإصابات اللي يعني تودي إلى إصابات ضخمة كبير يعني، فما في داعي أن احنا نركز على ما عمله خالد عزيز إذا كانوا يقصد أو حتى إذا كان ما يقصد. أنا ضد العنف، أقول لخالد أنت مخطئ، ولكن قبل أن أقول لخالد أنت مخطئ كمان أتمنى أنه ينظر إلى الأخطاء التي تمارس ضد لاعبين. سمو الأمير، الهلال يقدم كرة ممتعة بصراحة من زمان ما شفنا فائدة إذا ارتبطت بنتائج يعني. إن شاء الله ترتبط بنتائج. عبد الله ضيف، إيش رأيك فيه؟ عبد الله صديق عزيز وأخ متميز ومحترف في أدائه. بحر برد وبردان. شكرا لك سمو. جزيلا شكرا.